ما التوجيه إذا خص الأب أو الأم الطفل المعاق بالحنان والرعاية أكثر من أفراد الأسرة الآخرين؟ ما في شيء يا إخواني أن الطفل شو اسمه المعاق أو المريض أنه يعطى حنان أزود من غيره، لكن ينبغي للأب والأم يراعوا مشاعر الناس الآخر، مشاعر الأطفال الآخرين، لأن يا إخواني الحسد موجود، الحسد موجود. لماذا قتل قابيل أخاه هابيل؟ حسد لأنه رأى أنه أفضل منه. لماذا حسد إخوة يوسف؟ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. أبوهم نبي ومن أجمل البشر في وقته ويقولون إن أبانا لفي ضلال مبين. هذا كله يا إخواني، لذلك ينبغي للآباء والأمهات يراعوا، لا يطلقون بعض العبارات. الحين من الأشياء الغرائب الآن اللي تجي عندنا هو سوء تدبير، يعني ما أدري. دحين فيه بنت مطلقة مع أمها في البيت، وبنت عندها بنت أو بنتين أو ولدين جالسة مع أمهم في البيت، أختهم تجيهم يوم الخميس بس مثلا أو يوم الجمعة. فإذا جت يوم الخميس أو يوم الجمعة العجوز دي ترحبها يا مرحبا، تقوم تكن البزارات وترحب بهم ولا تنظر البزران دي لأنهم عندها 24 ساعة. البنت هالمسكينة هذا الحمقى دي تقول لي إنها تحب عيال أختي وتسوي عيال أختي ما جاء ولا ذحين ترحب بهم. لكن مع ذلك نقول أيضا للعجوز للكبيرة عالجي الحاجات اللي عند بنتك. يعني إذا رحبتي وجاء ولد للبنت اللي هلا يا مرحبا بولدي حطيه مثله، حطيه حتي. ثم إذا راحوا ذلاك وجاوا رحبي بهم، خلي دايم هلا بولدي هلا بتسدى يا حبيبي. حتى لو خاصمتيه مثلا، افرضي طفل انثر المويه في سوي خاصمتيه، بعد شوي ناديه واحتضنيه ويا حبيبي علشان امه ترضى. صحيح يا اخواني ترى كل كلام يعني كل كلمه باجر.